المجد ينتظر كولر والأبطال. الأهلي صاحب الرقم القياسي للتتويج بالسوبر الأفريقي 8 مرات، يلي الزمالك في الوصافة ب4 ألقاب. الأهلي حقق السوبر الأفريقي خارج مصر، خارج الديار 3 مرات. الأهلي لعب السوبر الأفريقي أساسا خارج الديار 5 مرات، ويوم الجمعة المرة السادسة. طب ازاي يا عم وكيف؟ ازاي الاهلي اخذ 3 القاب فقط ولعب 5 مرات وانت كاتب في العنوان ان الاهلي لم يخسر السوبر الافريقي على الاطلاق؟ الاهلي لم يخسر السوبر الافريقي على الاطلاق، وهو بطل لدوري الابطال. عندما يكون بطل بيشارك في البطولة بصفته بطل لدوري الابطال لم يخسر على الاطلاق. انما الاهلي خسر مرتين، مرة امام الوفاق الصيف 2015 لما كان بيشارك بصفته بطل لكأس الكونفدرالية اللي فاز بيها مرة واحدة في التاريخ. المرة الثانية أيمن منصور 1994 الزمالك لما الأهلي كان بيشارك فيها بصفته بطل لكأس الكؤوس الأفريقية. عموما الأهلي حسم السوبر الأفريقي 3 مرات بركلات الجزاء. أكبر نتيجة حققها الأهلي في السوبر على الإطلاق في التاريخ هي الفوز على كايزر تشيفز 2002 4-1. فاكرين طبعا كلنا هدف الحضر الشهير. مانويل جوزيه من بين كل مدربي الأهلي هو الأكثر تتويجا ب4 ألقاب، 4 ألقاب بنفس عدد رصيد نادي الزمالك العظيم، الله المستعان. عموما مارسيل كولر السويسري بيخوض أول سوبر قاري له في التاريخ مع النادي الأهلي، بيحلم الراجل باللقب السادس مع القلعة الحمراء. فلافيو وعمرو جمال هما هداف الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي. الجمعة بمشيئة الرحمن 9 مساء بتوقيت القاهرة على بين سبورت 6 حصريا لحد دلوقتي، رغم الخلاف بين الكاف وبين سبورت القطرية. لحد دلوقتي على بين سبورت بمشيئة الرحمن. ملعب الملك فهد في مدينة الطائف بالسعودية لمن سيكون الانتصار. دمتم في أمان الله.